ست الكل بيقولك لو عندك نمل ابيض جيبي شويه جاز ورشيه، رش كتير وغرقي غرقي قوي قوي، وهو هيقضيلك على كل القرا ده. طب بس اسمعيني وركزي معايا يا ست الكل. الجاز زمان قبل ما العلم ما يتطور كنا احيانا بندخله في عمليات مكافحه النمل الابيض، ولكن اللي كان بيستخدمه كان متخصص وكان حد حريص جدا جدا، لان زي ما احنا عارفين ان الجاز ممكن يعمل كارثه ببيتك لانه بيولع بسرعه. يعني اي شراره كهرباء او حراره مرتفعه جدا او اي نار من اي حته ممكن تعمل لك حريقه في قلب البيت. وكمان يا ست الكل الجاز ده مش فيتامين، ده ماده ممكن تعمل لك تسمم على المدى الطويل، بخلاف الاعراض اللي بتظهر لك في نفس الوقت لو انت استخدمتيه بطريقه غلط، زي الغثيان والدوخه ومشاكل صحيه كتير. الاهم بقى ان انا مصطفى حماد باكد لك انك لو استخدمت الجاز علشان النمل الابيض كل النتائج تعمليها هتطفشي جزء بسيط من النمل الابيض فقط لا غير، لكن ولا هتموتيه ولا هتحلي المشكله من جذورها. يا ست الكل، حل النمل الابيض زيه زي غالبيه الحشرات، مش محتاج وصفات ولا تفانين ولا فهلوه، ده علم وعلم دقيق جدا محتاج متخصص شاطر. اول حاجه المتخصص بيعملها الفحص الدقيق علشان يقدر يحدد ويعرف مكان المستعمره فين بالظبط عندك في العماره، واول ما المتخصص بيخلص الفحص بتاعه بيقدر يحط برنامج العلاج بشكل علمي عشان يحمي صحتك من اي اجراء غلط زي الاستخدام العشوائي والغير علمي والمفرط للمبيدات. بيحط لك برنامج علمي مدروس علشان يقضي على المستعمره كامله ويحل المشكله من جذورها. تعالوا بقى قولوا لي في الكومنتات يا اللي حاولتوا تكافحوا النمل الابيض بالمجهودات الذاتيه بالجاز، عرفونا وقولوا لنا في التعليقات علشان اللي عندها نمل ابيض ما تكررش نفس غلطتك.